السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم وصفه جديده، صينيه حواوشي عائليه هتنقذك في ايام الامتحانات وبنص مفروم بس. يلا نحط لايك ونخش في الوصفه بتاعتنا على طول. هنبدا كده نصلي على النبي وندخل في الوصفه بتاعتنا على طول. هننزل هنا بنص كيلو لحمه مفرومه زي ما انتم شايفين. هننزل عليهم هنا بليه مفرومه او دهنه مفرومه، فلفل اخضر مفروم، 2 بصلة كبيرة مفرومين ناعم جدا، نص معلقة من الفلفل الأسود، بهارات لحمة، ملح، ضفت هنا نص معلقة من البابريكا. وضيفي أي توابل انت بتحبيها، ممكن تضيفي توابل حوشي الجاهزة معاكي. ضفت هنا 3 عدد طماطم مكعبات وشايلين القلب منها. وضفت هنا نص كوباية من البرغل منقوع قبلها بنص ساعة. نبدأ نقلب الخلطة بتاعتنا كده كويس، الخلطة بتاعتنا الجميلة دي. بجد الريحة بتاعتها خطيرة قبل ما نحطها على النار. شايفين ما شاء الله ريحتها خطيرة بجد. وكده الخلطة بتاعتنا جاهزة معانا. هنبدأ نعمل منها كده كور صغيرة على بحجم الرغيف اللي معانا. جبت كده صينية وبدأت أعمل كور صغيرة كده بحجم الرغيف. هنا جبت عيش مصري، العيش البلدي بتاعنا. نبدأ كده نوزع فيه الخلطة بتاعت اللحمة كويس. مش عايزين الخلطة تكون سميكة عشان تستوي معانا. هنوزعها في رغيف البلدي كده كويس زي ما انتوا شايفين. ببدأ أوزع كده من حروف الرغيف وكده. هبدأ أكمل هنا بنفس الطريقة. بناخد كورة ندخلها في العيش ونبدأ نسويها بالشكل ده. بجيب فرشة 3 معالق زيت وابدأ ادهن العيش زي ما انتوا شايفين. والطاسة سخنة على النار وابدأ ادهنها كده بالفرشة. دهنت الطاسة زيت زي ما انتوا شايفين. وابدأ اسوي الحواوشي على النار، مش هندخله الفرن. سهل وسريع ومش هياخد وقت معاكي. اول ما ياخد لون كده هبدأ اقلبه على الناحية التانية. شايفين ما شاء الله خد اللون الجميل المتحرمش كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكله تحفة والريحة خطيرة. وهكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. ببدأ ادهن زيت وادهن الطاسة زيت. هدهنه كده من فوق ومن تحت. واول ما ياخد لون ابدأ اقلبه كل ناحية 5 دقايق. شايفين ما شاء الله لونه وشكله وريحته خطيرة رهيب بجد.
كده خلصنا كل الكمية، شايفين ما شاء الله خطير. وابدأ ارصه كده في صينية، شايفين ما شاء الله رهيب بجد، والريحة خطيرة، متحرمش كده ومتقرمش وشكله خطير. يلا لايك وشير واشتراك لو عجبكم الفيديو، واستنوني في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.